نسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم في هذا الدار وفي هذا المجلس أن يجمعنا وإياكم بسيد الأحباب. أتعرفون من سيد الأحباب؟ إنه المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله على هذا الاجتماع، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا بجميع الشرور بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى بيده الأمور كلها. إن استقمنا على طاعته أصلح لنا الأحوال، وإن تمسكنا بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أغدب علينا الخير جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماءه. اللهم صل عليه. يا كلام يا دخون، ايش رايكم؟ نسخن احسن. وصوتك جزاك الله خيرا. صليت على رسول الله محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المستاه والسراج المنير، صلوات ربي وسلامه عليه. أراد منا رسول الله أن نجتمع، أراد منا رسول الله أن نتقارب، أراد منا رسول الله أن نتحاب، أراد منا رسول الله أن نتعاون، أراد أن نكون شخص واحد كما يقول صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتكبروا، لا لكي تتميزوا عن بعضكم البعض، فالناس من آدم. يقول سيدنا محمد: وآدم آدم من تراب، صلوات ربي وسلامه عليه. فاجتماعنا هذا جعل الناس لا يتميزون عن بعضهم البعض، كلهم من أهل الغربة، كلهم من أهل الإسلام ومن أهل الإيمان، فلا تمييز بين هذا وهذا، بل رسولنا محمد يقول كأسنان المشط صلى الله عليه وسلم. وما دمنا كأسنان المشط، وإنما التميز بماذا؟ قال ربي جل جلاله. وإنما الكرامة بماذا؟ الاستقامة على الدين، مراقبة الله، الخوف من الله، لا خوف من سلطة، لا خوف من حكومة، لا خوف من عسكري، وإنما المسلم مربوط بربه جل جلاله وتعالى عظمته. المؤمن يراقب ربه في سره وفي علانيته. المؤمن يصنع في العلانية كما يصنع في السر، لأن الذي يراه واحد جل جلاله، هو الذي يحاسبنا، هو الذي إليه مرجعنا، ومنه ونحن وإليه جل جلاله وتعالى عظمته وتقدست أسماءه. أريد أن أخرج بكلمتي في نقطة واحدة حتى لا يكون عواد هكذا كالعوادة، فكل قبيلة تتعاون. فماذا خرجت كل القبائل من العواد؟ ومع أن العواد في حد ذاته مطلب من مطالب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما إذا كان هذا العباد
جمع القلوب وجمع الأبدان، ثم خرج منه أهل العواد بشيء. إننا في وقت من الأوقات لا بد أن يكون يد واحدة على الظالم مع المظلوم. هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله قد عرفنا ننصره مظلوم، لكن كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تحجزه، أن تمنعه عن الظلم. ولما ندلل سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نريد أن نخرج من سيرة النبي محمد بعمل يناسب وقتنا ومجلسنا وأوضاعنا في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم دعي قبل البعثة إلى حلف اسمه حلف الفضول، حلف اسمه حلف الفضول. هذا الحلف صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. حلف قبل البعثة، قبل النبوة، ولكن النبوة جاءت لكي تصدق هذا الحلف وهذا العمل، فقال: لو دعيت له في الإسلام لأجبت. صليت على النبي محمد. كيف هذا الحلف؟ هذا الحلف وقف أهل مكة بأكمله، كل القبائل، كل الأسر في مكة